في القرن السادس الميلادي سميت هذه المدينة المرمرية، لأنها كانت تبنى من رخام كامل، وكانت مقصد لسياحة من كل العالم. عشان كده هي مش مقصد للسياحة بس، هي السياحة الوطنية. المصريين كلهم بيجوا هنا، مسلمين ومسيحيين، وبيتباركوا من القديس وسيرته العطرة، لأنه أشهر شهيد مصري على أرض مصر اللي هو أبو مينا. فاحنا الموقع ده مش بنتعامل معاه فقط على ان هو اثري ولا ان هو ديني لوحده، ده تاريخ كبير جدا تم الاقتباس منه في مدن اخرى على مدار التاريخ وفي اماكن مختلفه. فالحقيقه المكان ليه اهميه كبيره جدا. يمكن انا عايز اقول من اللي انا سمعته النهارده، لان انا ما كنتش يمكن ملم بالتفاصيل الفنيه، احنا بعد سنه من دلوقتي او بعد عده اشهر مش متذكر هيبدا شغل اكبر بكتير في هذا الموقع. المكان ده بيزوره في السنه 8.5 مليون واحد. هذا الرقم رقم كبير جدا في اعتبار السياحه الدينيه، ولو اعتبرناها دي سياحه دينيه داخليه فده امر مهم ان مدينه الاسكندريه تحتضن هذا الاثر الديني السياحي الاثري بهذا الخلفيه التاريخيه العميقه الاثر. ده امر طبعا بيشجعنا ان احنا نقول ان مصر لديها مقصد سياحي كبير جدا، وهذا المقصد الحمد لله ان هو موجود في مدينه الاسكندريه.